السلام عليكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الجزائريين بتمزيق العلم المغربي في العاصمة الفرنسية باريس، تزامنا مع احتفالات الجماهير المغربية بتأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. وأثار الفيديو موجة واسعة من الغضب والاستنكار بين المغاربة الذين اعتبروا أن هذا التصرف يتنافى مع مبادئ الروح الرياضية، خاصة أنه جاء في أجواء احتفالية أعقبت فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي وحجزه بطاقة العبور إلى الدور المقبل من المونديال. فكم هو مؤلم أن ترى الفتنة تزرع بين المغرب والجزائر، بين شعبين جمعهما الإسلام ووحدتهما القبلة وربط بينهما التاريخ والدم والدعاء. نحن مسلمون قبل أن نكون جزائريين أو مغاربة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فكيف نرضى أن تفرقنا الحدود وتشعل بيننا ألسنة الإعلام وتفسد قلوبنا دعاوي الكراهية؟ والله ما انتصر عدو علينا إلا يوم اختلفنا، ولا ضعفت أمتنا إلا حين قدمنا الأسماء على الدين. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه مردا جميلا. وختاما، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.